من فضلك تعمل اي حاجة عشان تخرجني من المستشفى، لان هم ادوني على ورق انا مش عارفة ورق ايه ده، وانا عايزة اخرج من المستشفى. انا الحمد لله بقيت كويسة وكملت علاجي، انا بقالي 20 يوم هنا، فعايزة اخرج ضروري يا من فضلك. خلصت علاجي وبقيت كويسة، وناس في المستشفى هنا مضوني على ورق عشان يفضلوا حابسني. شيرين عبد الوهاب سرقت تليفون ممرضة وبعتت منه رسالة صوتية للمحامي بتاعها، وقالت له: أرجوك خرجني من هنا يا أستاذ ياسر، أنا خلاص اتعالجت وعايزة أخرج من المستشفى، اعمل أي حاجة وخرجني. والناس اللي هنا مضوني على ورق معرفوش ومعرفش مكتوب فيه إيه. أنا بقالي 20 يوم محجوزة وخلاص بقيت كويسة وكملت علاجي. شيرين لسه عايشة في دوامة، وكل اللي حواليها ضدها، وكل يوم أعدائها والناس اللي مش عايزينها بخير بيكتروا. رغم إنها اتحجزت في المستشفى وانتظمت في العلاج وصحتها بقت عال وكل حاجة تمام، في حد في المستشفى مضاها على ورق وقال لها إن ده ورق خروجك من هنا بعد تعافيكي عشان ترجعي لبيتك وعيالك بالسلامة. شيرين طبعا فرحت ومضت وهي مغمضة، واكتشفت بعد كده ان الورق اللي مضت عليه ده هو اقرار منها انها لسه محتاجة فترة علاج طويلة وانها غير مؤهلة للخروج من المستشفى. شيرين استغاثت بالمحامي بتاعها، وفي نفس اللحظة المحامي استجاب وطلب فتح تحقيق في الواقعة دي، وطلب كمان تشكيل لجنة عشان يقدروا يحددوا شيرين في كامل قواها العقلية وتعالجت بالفعل ولا لسه فاضل لها وقت تاني. كمان طلب بتحقيق رسمي في إصرار المستشفى على احتجاز شيرين وخداعها بكل الطرق الممكنة. مين من مصلحته إن شيرين تفضل محجوزة حتى بعد ما اتعالجت واستردت عافيتها، خصوصا إن شيرين قالت للدكاترة اللي بيتابعوا معاها إنها لو فضلت موجودة هنا أكتر من كده هتتجنن وممكن تعمل في نفسها حاجة. شيرين محرومة إنها تشوف عيالها، والزيارة ممنوعة عنها، وكمان الموبايل بتاعها متاخد منها. يعني لو مجرمة وبتقضي فترة عقوبة مش هتكون بالقسوة دي. وفي معلومات اتسربت من جوه المستشفى من طاقم التمريض المسؤول عن شيرين، قالوا انها اوقات كتير بتكلم نفسها وتفضل طول الليل تعيط وتقول: ايه اللي بيحصل لي ده يا رب، ده انا عمري ما اذيت حد وكنت بساعد اي محتاج، ليه كل الناس حواليا بيكرهوني وليه كل اختياراتي غلط. لدرجة ان في واحدة من التمريض قالت: ما حسيتش بنفسي غير وانا بحضنها وبطبطب عليها، وحسيت ساعتها قد ايه شيرين انسانة طيبة وحنينة، وكلنا زعلانين على اللي وصلت ليه واللي بيجرى لها. ولان كل اللي في المستشفى شايفين حالة شيرين في تحسن وان من حقها انها تخرج وتمارس حياتها الطبيعية، الدكاترة والممرضين بيحاولوا يساعدوها بكل الطرق. وفي ناس منهم قالوا لها انهم هيشهدوا معاها لما التحقيق يتفتح، وهيقولوا انها اتخدعت في الاوراق اللي مضت عليها، وان في ناس مدفوع لهم فلوس عشان يعملوا فيها كده. نتمنى نسمع الأيام الجاية أخبار حلوة تنصف الفنانة شيرين عبد الوهاب. مسكينة يا شيرين، قلوبنا معاكي ودعواتنا ليكي، ربنا يردك لبناتك وانتي في أحسن حال.